زكريا ولا انا عايز افهم، هو السجن اللي احنا فيه ده ما فيهوش ممكن نهرب منها مخرج؟ في ابو سيده كل فين؟ الريسبشن بيبقى فيه شباك مفتوح بيطلع على الجنينه ومنه على السور. يعني عشان نروح له برضه لازم نخرج من الباب ده، مش كده؟ الباب ده ما بيفتحش غير 4 مرات وبس للاكل والكشف. انا عايز افهم، يعني انت كل المده دي يعني انا ما حاولتش تهرب؟ اهرب. شبراوي التمرجي ممكن ياكل دراعك او فرده من ودانك لو حاولت تهرب. هو مين يلا؟ مش على شرط. كان لازم اجيب شقته. ولا عايز تهرب من هنا؟ ايوه. طب انجز بقى، ركز معايا، خليك في ظهري. ها امشي على السكه اللي همشيها. امشي على السكه ده حتى ماشي. وانت حذفت انت وهو. بقول لك يا غالي، بس عايز يا زفت؟ في حاجه في السرير. يلا 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 شبراوي 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 يا ولد يا شبراوي، هو عليك يا شبراوي شبراوي. انت رجعت تاني يا هيثم الكلب؟ طب والله اوريك الحرام وحلال. شرفت يا حلوه حليب قلبي. عمرك ما تخيلتي طبعا ان احنا الاتنين نيجي مع بعض بعد بعض. انتوا عايزين مني ايه؟ عايزين نشكرك انك ساعدتينا نتعالج من الادمان يا حلوه. اوعى تسيبني انت وهو، هصوت عليكم الناس. صوتي يا اختي، ما واخدين على صويتك. حقك وحقي كمان ان انا اخد حقي منك. انت لازم تموت يا ياسمين. يا زكريا والله هو اللي دخلك المسرح، ماجد هو اللي دخلك. امسك. مش وعدتك اني هرجع لك تاني يا ياسمين. هو اللي دخلك. ونسير الحي يتلاقى. هو اللي دخلك المسرح. كل حاجه سبتها زي ما هي. اصيله اصيله. ماجد انا بحبك، انت عارف انت هشربك من نفس الكاس اللي شربته لنا. شمي ماجد شمي 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 ياسمين بقت شمامه. يخرب بيتك، انت امنه منها. بس يا نور، تفتكر بقت بيسه مدمنه يعني، ولا اطلع اخدها واحده شاليموه واخلص؟ مش محتاجة. الضرب اللي ضربناه لها يساوي اللي عملته فينا 20 مرة. كفاية كده. عندك حق يا صاحبي. صح. طيب يلا استنى. أنا آسف اللي عملته فيك. كنت لسه أخضر مش فاهم حاجة. وقالوها زي ما تعمل هيتعمل فيك. متزعلش. سامحني. قشطة. تروح على فين؟ انا رايح اجيب الدب من ديله، بس على الله يكون له. انا مش فاهم حاجه يا دجاجه. خلي بالك على نفسك. ها، فوق زي ما هم غلط احنا كمان غلط. فوق لنفسك. ها، خلي بالك على نفسك.
اثبت مكانك يلا، اثبت مكانك. انا جاي. سكوب جاي. جاي. لؤي، ازيك يا لؤي؟ يلا. عامل ايه؟ استنى بس يا اخويا، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ هتكلم معاه بس كلمتين، امسك. انت اللي جابك هنا؟ لما عرفت انك اتمسكت قلت اجي اطمن عليك. عامل ايه؟ تسرقيني يا سوسو؟ انا اسرقك؟ هو انا لو كنت قصدي اسرقك كنت هتشوف وشي تاني؟ انا خفت على الفلوس منك، قلت اشيلهم لك ومسيرك ان شاء الله تطلع، هتلاقيهم في الحفظ والصون. اطلع؟ مش باين لها القضية لابساني. قول يا رب. لؤي، انا غيرت من حياتي كلها عشانك. حاولت اعيشها من غيرك ما قدرتش، حاولت اعيشها مع حد تاني برضو ما قدرتش. انا ما حبيتش راجل غيرك. عارف ليه؟ عشان حنيتك عليا. وانا كمان بحبك يا سوسو. يعني هتكتب عليا رسمي؟ انت تاني هيحصل يا سوسو. يلا بيه. بس ادعي انت. يلا يا عم. هتخرج ان شاء الله. هستناك يا لؤي، هستناك. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، يتشرف الماثل أمامكم بالدفاع عن هؤلاء المتهمين والتمس الحكم ببراءتهم، نعم، وإسقاط التهم المنسوبة إليهم. سيد الرئيس، حضرات المستشارين الأجلاء، قبل أن نغوص في أعماق القضية علينا أن نسأل أنفسنا سؤالا هاما. نعم يا سيدي، من المذنب ومن الضحية؟ هل هؤلاء الشباب هم المذنبون أم هي قوة أكبر منهم؟ علينا يا سيدي أن نسأل أنفسنا عن الدوافع التي دفعت بهؤلاء الشباب لارتكاب مثل هذه الخطيئة. إنهم يا سيدي جزء من هذا المجتمع، إنهم يا سيدي من نسيج المجتمع. نعم، هم أخطأوا، ولكن من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إنهم أبناؤنا وأصدقاء أبنائنا، ولكنهم أخطأوا وضلوا الطريق، وذلك لأنهم لم يجدوا من يرشدهم إلى الطريق الصحيح فأخطأوا يا سيدي. نعم، أخطأوا. سيد الرئيس، هؤلاء الشباب هم ضحية مجتمع عانى سنين الكبت. نعم، سنين الكبت. إن هؤلاء الشباب ضحية مجتمع انقلبت فيه الأوضاع رأسا على عقب، فأصبح عليها سافلها وسافلها عليها. هم ضحية مجتمع تزوجت منه السلطة برأس المال. فأين هؤلاء الشباب يا سيدي من اللصوص الحقيقيين؟ سيدي الرئيس، هؤلاء الشباب أخطأوا يا سيدي لأنهم اختاروا الحل السهل. تصوروا أن بهذا الحل يمكنهم أن يحصلوا على أسباب المعيشة، لكن هناك المئات بل الآلاف يا سيدي من اللصوص الذين هاجموا المصانع والمحلات، استحلوا لأنفسهم ما نهبوه متصورين أنه حق مكتسب. سيدي الرئيس، المتهم الحقيقي في هذه القضية هو من قام بسلب ونهب أموال هذا الشعب. علينا يا سيدي أن نحاسب اللصوص الحقيقيين، يجب أن يدخلوا السجن. الشعب يا سيدي يريد محاسبة اللصوص الحقيقيين. الشعب يا سيدي يريد العدالة الاجتماعية. وبعد كل هذا التمس الدفاع براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وشكرا.